وعلى السيسي رئيسي يا ولاد، حبيبي حبيبي. ايد واحدة، الجيش والشعب، ايد واحدة. يلا نحط لنا بلادي بلادي بلادي، لأني حبي وفؤادي، بلادي بلادي يا أم البلاد، أنت فكرة يا أستاذة. والنهارده يوم الخميس، يعني تقولوا في اللذيذ إلا التنفيذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بقى طالعين رحلة إلى الفيوم. بجد بجد كان نفسي أطلعها من زمان، يعني على طول بنشوف كده رحلات، يعني طالعين الفيوم وبيبقى المناظر جميلة وبنبقوا متشوقين إن احنا نطلع الرحلة ديت. فأول ما جات لنا الفرصة قلنا ماشي، نطلعها ليه لأ، يعني الواحد يطلع ويتبسط، وخصوصا إن احنا في أجازة نص السنة، فقلنا الأولاد يطلعوا ويتبسطوا، وهو حاجة يعني حاجة جديدة ما شفناهاش قبل كده. المهم طبعًا طلعنا كلنا، أنا كنت طالعة مع أخواتي طبعًا وعيالي كانوا طالعين وجوزي وكده. المهم المرشد اللي كان معانا كان بيقول إن المسافة من إسكندرية للفيوم 4 ساعات. قُلنا ماشي ما فيش أي مشكلة، 4 ساعات، 4 ساعات، نطلع ما فيش أي مشكلة. طبعًا إحنا أول ما ركبنا الباص فضلنا ماشيين، وكان معانا السواق، يعني كنت حاسة إن هو خايف يدوس على البنزين، مش عارفة ليه يعني. المهم وصلنا للريست، ريست عُمر، قعدنا واحة عُمر قعدنا فيها 10 دقايق، وبعد كده كمّلنا. قُلنا يا مسهِّل، عدّى 3 ساعات وما وصلناش. المهم فضلنا قاعدين، الأولاد يسقّفوا زي ما أنتم شُفتوا كده، ويغنّوا، عملنا كل حاجة ولسه ما وصلناش برضه. فطبعًا يعني لمّا المُرشد السياحي بيبقى عاطي للناس فكرة إن المسافة بتبقى قصيّرة أو طويلة، فاللي طالع الرحلة يعني مرستق نفسه على كده، إن هو هيقعد في الباص 4 ساعات أو 5 ساعات أو 8 ساعات أو 10 ساعات. كل واحد بيبقى عامل حسابه إن هو طالع هيقضّي زمن معيّن في الباص. تمام كده، إحنا كُلّنا كُنّا عارفين إن إحنا هنقعد في الباص 4 ساعات. طبعًا ما حصلش، قعدنا كتير جدًا. إحنا طالعين من إسكندرية الساعة 18:00، وصلنا هناك الساعة 12:00. فليه كل ده؟ يعني ليه كل ده؟ وهو ليه ما قالناش يعني إن هو هياخد الزمن ده، الوقت الكبير ده. المهم المفروض كان هو طالما الوقت طويل، المفروض كان كنا يعني نزلنا ريست تاني، ما حصلش برضه. المهم أول ما دخلنا بقى الفيوم، قابلناها ببحيرة قارون.
طبعًا يعني قعد قال لنا دي كانت أصلًا قصر وربنا غضب على سيدنا قارون، والقصر بتاعه بقى مكانه مَيّة. ما أعرفش دي حقيقة والّا لأ، بس ده اللي اتقال. وبعدين بصّينا لقينا في أراضي زراعية زي ما أنتم شايفين كده. وبعدين مش عارفة يعني إيه، فضلنا ماشيين برضه مش عارفة هنوصلوا لإمتى يعني. أتاري بقى السواق فضل ممشّينا، يعني أنا أعرف إن الفيوم ديّة محافظة صغيّرة، وأعرف كمان إن هي يعني العدد السكان فيها شوية صغيّرين. فعلًا إحنا أول ما وصلنا لقينا يعني إنها شوية صغيّرة وما فيهاش ناس خالص، تقريبًا ما شُفتش بني آدم في الشارع إلا كام واحد كده. وما شُفتش فنادق زي ما بيقولوا ده فيها فنادق فخمة وحاجات ياما، ما شُفتش كل ده، أنا ما شُفتهوش. أنا كل اللي أنا شُفته أول ما دخلت الفيوم لقيت بحيرة و وبعدين لقيت أراضي زراعية، وبعد كده فصلت بقى لقينا صحرا. يعني حسّيت إن السواق ماشي يعني فضل ماشي كده على طول لغاية ما جاب الصحرا يعني. أنتم فاهمين؟ فضلنا برضه ماشيين، 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 جِبنا الصحرا من أولها لآخرها. طَب إحنا هنقف إمتى؟ طَب فين المكان اللي إحنا هنقف فيه؟ قال لنا لأ، إحنا كده عدّينا وادي الحيتان وداخلين على وادي الريان عشان نروحوا إيه، للشلالات. فأنا كنت مفكّرة إن الشلالات ديّة يعني أرض زراعية، والشلالات دي في حُضن الأراضي الزراعية. طلع بقى إن الشلالات ديّة موجودة في قلب الصحرا، عشان ما حدش بس يشتغلكم ويقول لكم إن الشلالات دي في يعني إيه، في منطقة زراعية وكده، لأ، هي في قلب الصحرا. بيقولوا إن ال الشلال ده يعني إيه، عيون كده من باطن الأرض انفجرت فطلعت على هيئة شلالات. يعني المَيّة دي سبحان الله جاية من باطن الأرض. ماشي، قُلنا عايزين نتفرّج، يعني هُم عمّالين بيحكوا لنا، فقُلنا لأ، إحنا لازم نتفرّج، عايزين نتفرّج. أول حاجة أول ما الباص وصل كان في زي كافيتيريا كده زي ما أنتم شايفين كده، يعني مش بطّالة، فيها مطعم بيعمل وجبات وكده، وفيها كافيتيريا للمشروبات، يعني فيها حاجات كويسة. قُلنا ما فيش أي مشكلة، قعدنا بقى وضبّطنا نَفْسنا، اللي جعان كان بياكل واللي عايز يشرب شرب كده يعني. المهم زي ما أنتم شايفين كده ودّونا في جبل اسمه جبل المدوّرة، اللي أنتم شايفينه ده جبل المدوّرة. المكان ده الوحيد اللي أنا حسّيت بيه براحة. أول ما نزلنا كان في كمية تراب فظيعة، وخصوصًا إن كان يعني معانا أولاد، أطفال صغيّرة، فالرحلة ديّة أنا ما أنصحش بيها إن أنتم تودّوا أطفال معاكم. بجد، بجد الرحلة دي عايزة شباب. الرحلة دي يا جماعة عايزة شباب مش عايزة أطفال، لإن إحنا يا كبار إحنا تعبنا والله العظيم يعني رحلة شاقة جدًا، فيا ريت بلاش أطفال. بعد بقى ما قعدنا وأكلنا وشربنا، أنا بقى نزلت بقى أتسوق بقى، قُلت أشوف الحاجات الحلوة اللي هُم بيعملوها، شُنط بقى وحاجات جميلة أوي وإكسسوارات جميلة أوي وحاجات حلوة يعني هتعجبكم. وأسعارهم غالية أوي. يعني يبقوا اشتروا منهم، يعني اللي يروح هناك يبقوا يعني نفّعوهم. حاجات جميلة أوي وهتعجبكم يعني. أنا قُلت أجيب أي حاجة ذكرى كده من عندهم. زي ما أنتم شايفين ده شلالات أو شلال وادي الريان، ده من باطن الأرض يا جماعة. اللي أنتم شايفينه ده اللي إحنا شايفينه عمومًا كل ده صحرا. الشلال ده في قلب الصحرا، الشلال ده موجود في قلب الصحرا، سبحان الله، يعني فعلًا سبحان الله.
الناس اللي بتقول إن الفيوم دي فلاحين، لأ، هو الفيوم ميكس، يعني إيه، فيها مناطق ريفية على معظمها بقى صحراء، هي كلها صحراء، فيها جزء صغير خالص أراضي زراعية والباقي كله صحراء. شايفين بقى الشلال ده، يعني سبحان الله ازاي، يعني الله أعلم ازاي اتفجرت العيون ديت وكونت شلال زي ده. سبحان الله، يعني الواحد فعلا بيقول سبحان الله. طبعا خدوا بالكم الشلال ده مفهوش سور، هم حاطين زي، بصوا زي ما انتم شايفين كده، حاطين حبل بس، يعني الحبل ده زي بقى سور الناس بتتسند عليه كده. فالناس اللي طالعه باولادها وشبابها وكده محدش يحاول ينط من فوق، عشان ممكن طبعا يعني حتى هناك الامن بيقولوا ممنوع وخطر، وممكن اللي هيقع ممكن لا قدر الله يموت او كده. فخدوا بالكم اللي يروح هناك، يعني تصوروا من فوق، يعني مش لازم تنزلوا تحت، اللي هينزل تحت ياخد باله. انا هنا بتصور بقى وعايشه حياتي، بس المنظر حلو، يعني منظر عجبني، قلت اخد صورتين كده. مكان جميل سبحان الله، يعني انا مين بصور يصدق فيديو. ان المكان ده في الصحراء. انا هنا بقى بتصور انا واخواتي والاولاد، كان منظر جميل قوي. قلنا بقى طبعا اي حد بيروح الفيوم لازم بقى ياخد فلوكة كده في البحر. هما بيقولوا اي بحر، يعني المية هي هو مش بحر، هو ناس بتقول عليه مية زي مية، يعني مية حلوة، مية نيل. سبحان الله، يعني مية نيل و... وفي قلب الصحراء، حاجة غريبة، يعني فعلا أول مرة أشوف حاجة زي كده. طبعا لازم اللي يروح هناك ياخد فلوكة. وطبعا هناك في ناس كانت بتقول الفلوكة ديت بفلوس، لا احنا طلعناها ببلاش، مش بفلوس خالص. وطبعا أخدونا وقعدنا، يعني قعدنا نغني في وسط النيل كده، حاجة جميلة قوي. يعني يمكن الفقرة ديت اللي طرت على قلبي شوية أنا وإخواتي، لأن كنا تعبنا خالص ومش شايفين حاجة فرحتنا، فيمكن قعدنا كده نسقف كده ونتصور، وكان يعني كانت جميلة قوي، والجو كان جميل قوي. رغم إن التراب تعب عينيا هناك، والأولاد اتبهدلوا، يعني أنا عندي بنتي الصغيرة اتبهدلت، الأطفال كلهم اللي كانوا معانا اتبهدلوا فعلا. باقول لكم صحرا وتراب، والجو ما كانش حلو، كان طبعًا تراب فظيع. فطبعًا اتبهدلوا كتير. بعد بقى ما خلّصنا الليلة ديّة، المفروض بقى إن هُم يروحوا مكان كده يطلّعوا الأولاد فوق الجبل، ويقوموا إيه، بالسكيت كده، البوردة أو بوردة كده، ويقوموا إيه، متزحلقين. المفروض الموضوع ده يبقى بالنهار، ليه خلّوه بالليل؟ يعني هُم مش خايفين، يعني إحنا في جبل كده حاجة تطلع لنا، ما أعرفش. المهم قُلنا ماشي، شغّلوا الكشافات وطلعوا اتزحلقوا. أحلى فقرة بقى الجميلة الفقرة ديّة.
اليوم خلص. طبعًا إحنا لا رُحنا قصر قارون أو معبد قارون ولا قرية تونس ولا رُحنا أي حتّة غير الأماكن اللي أنتم شايفينها كده. الفيوم أكيد فيها أماكن أكتر من كده. نصيحة منّي اللي يطلع شركة سياحية وطالعين الفيوم، يا ريت يختار ناس معاها برنامج كويس، والسلام عليكم.